رمضان يعني البلح، واحنا النهارده هنطلع من البلح 3 اطباق مختلفين احلى من بعض. ما ينفعش ما ابداش كلامي بالكلام عن الخشاف. الخشاف بنختار له البلح اللي هو بيكون ناشف كده، بنكسره وبنشيل منه النواه وبنحطه في ميه، او عشان نكون اكيوريت قوي في المعنى اسمها بنبل البلح، وبنسيبه مش اقل من 3 ساعات، وبنحط عليه بقى المشمشيه والتين والقراصية، ونديهم تقليبه حلوه مع ميه البلح، ونسيبهم مش اقل من ساعه. تاني طبق وهو البلح باللبن، والطبق ده تحفه قوي عشان مليان قيمه غذائيه عاليه جدا. هناخد اللبن نديله رشه قرفه. انا المره دي هستخدم التمر الطري، بس لو انتوا عايزين تستخدموا البلح الناشف مفيش اي مشكله، بس برضو هنسيبه قبلها في الميه 3 ساعات، وبعد كده هنصفيه ونحطه في اللبن. دي ممكن نعملها قبل الفطار بنص ساعة ونسيبها كده على جنب لحد ما البلح يشرب اللبن شوية. وكده تاني طبق بقى جاهز معانا. تالت طبق معانا بقى وده الأقرب لقلبي عشان فيه مكسرات وشوية حاجات حلوة من فوق هنشوفها دلوقتي. المرة دي هنستخدم طريقة مختلفة بقى للبلح خالص، هنحشيه ونحط عليه حاجات حلوة كده من فوق هنشوفها دلوقتي. يلا بينا نكمل. هناخد واحدة البلح ونحط جواها أي نوع مكسرات، واحدة بس، وهنقفلها وهننزل بيها كده في اي صوص بقى عندنا. انا حاطاه في لوتس، انتوا ممكن تحطوه في نوتيلا، في كراميل، زي ما تحبوا. وهاخدها وهنزل بيها في اللوتس ونحطها كده. وكده تالت طبق بقى جاهز معانا. دلوقتي 3 انواع البلح بقوا جاهزين، ودلوقتي هنغرفهم بعد ما سيبنا الخشاف ساعه في الميه. اهم حاجه واحنا بنغرف الخشاف التنوع، يعني ناخد من كل نوع كده 1 أو 2، وبعد كده نحط البلح وبعد كده الميه. في ناس ممكن تحب ان هي تزود عليه شويه قمر الدين، لو انتوا بتحبوا حطوا حته قمر الدين في شويه ميه سخنه وسيبوها شويه على جنب لحد ما يدوب، وبعد كده نزلوه على الخشاف. ريحته حلوه قوي، بتحسسك بفايبس رمضان قوي. ودلوقتي هنغرف تاني طبق اللي هو البلح باللبن والقرفه. واخر طبق معانا لولا الصيام كان زماني مخلصاه كله. انا حبيبه وهكون معاكم في رمضان في 1000 طبخه وطبخ، وهستناكم تقولوا لي ايه الاكلات اللي تحبوا ان احنا نعملها مع بعض هنا في رمضان.